مش معقول عمالين نحكي بقالنا فترة عن فنون التسويق وإدارة الأعمال وما نتكلمش عن إيه هو التسويق ونرجع العلم لأصوله وجذوره أو الروتس بتاعته. بنظرة سريعة لفعل التسويق بالعربي أو بالإنجليزي هتلاقي إن أصل الكلمة جاي من سوق وساقة، اللي معناها ساق الشيء أو قاده وجلبه لمكان بعينه، وفي حالتنا هي منطقة أو بقعة تساق إليها البضائع، وهو مكان للتجارة والبيع والشراء، وأطلق عليها السوق من ذلك. في جدال عن نشأة علم التسويق، في بيقولوا إنه ظهر في القرن ال18 أو القرن ال19 في أوروبا أو بعد الثورة الصناعية في بريطانيا، وفي أصل تاني للقصة وده اللي أنا مصدقاه ومقتنعة بيه، وهعتبر الحلقة دي حسم للجدل ده فيما يخصه إن تاريخ التسويق يبدأ في الحقبة التي ما قبل الميلاد في الدولة الرومانية، حيث في آثارهم وجدوا إن التجار المعروفين في الوقت ده زي واحد اسمه أمبراثيوس سورس، وهو كان صانع مشهور للصوص بتاع السمك، إن هو والتجار دول استخدموا جدران منازلهم وأروقة قصورهم لرسم صور منتجاتهم بأحجار الموزايك مع نقش أسامي المنتجات وأساميهم كمصنعين لتعريف الزائرين بصناعتهم أو بضاعتهم. ومن الشرح ده نقدر نعرف إنهم استخدموا طرق لعرض بضائعهم بأساميها وتغليفها مع ختمها باسمهم اللي هو علامتهم التجارية في الوقت ده، واستخدموا الجدران كإعلانات. ومن هنا ظهرت فنون البيع والتجارة والتسويق التي من الأكيد اخترعها التجار القدامى سالفاً لجذب أنظار المتسوقين والمتبضعين من الناس لبضاعتهم، ليبدأ السباق من هنا في كيفية إبراز البضاعة وإظهار نقاط الاختلاف اللي بتفرقها عن غيرها، وكيفية لفت أنظار العملاء والمحافظة على جودتها لتوطيد الصلة بين البائع أو التاجر والعميل وضمان ولاؤه عشان يجي تاني. وبالطريقة دي نكون متأكدين إن أي حاجة في عصرنا الحديث لازم يكون لها أصول وجذور في التاريخ، وأكبر إثبات على وجود التجارة والسوق وفنون البيع والشراكات أنها مذكورة في الكتب السماوية. وده أكبر دليل إن علم التسويق وفنونه مش حديث، والعلم الحالي هو النسخة المطورة منه حسب تطور العصر اللي احنا بنعيشه وبنواجهه. وأنا هقولك علم التسويق ده بالنسبة لي إيه؟ وليه أنا وقعت في غرامه من تجربتي؟ هو عبارة عن سلسلة من الأفكار المخترعة والمبتدعة من إبداع لتوصيل رسالة بعينها بغرض التأثير والحصول على رد فعل مستهدف. وأنا وقعت في غرامه لأنه بيعبر عن اسم الله الخالق والبديع. دايماً كنت ببقى في حالة من الإبهار والذهول إني أشتغل على فكرة مجردة جت من عدم غير ملموسة، وأشوفها وأرسمها على الورق وراقبها وهي بتكبر قدام عيني زي المولود، لغاية ما تقدر تشوفها بعينك وتلمسها بإيدك وتحسها بقلبك. وعشان كده أسهل طريقة دايما كانت لشرح العملية دي إننا نتخيل الفكرة أو المشروع أو البراند كأنها إنسان مخلوق جديد، وإحنا بنربيه وبنكبره وبنعلمه إزاي يتواصل مع محيطه. كده بنكون وصلنا لنهاية السلسلة دي من الكبسولات تحت عنوان التطوير والنمو المهني والشخصي في التسويق والتواصل وإدارة الأعمال. أتمنى تكون بالفايدة عليكم، وانتظرونا في اللي جاي بإذن الله.